فوز الاهلي على مديامه وكسر عقده الانطلاقه في دوري المجموعات. ثلاثيه نظيفه كابتن وائل في شوط المباراه الثاني، تغييرات كولر، استفاقه لاعبي النادي الاهلي. ماذا عن الشوط الثاني؟ مبروك طبعا للنادي الاهلي يا احمد الفوز. كان الفوز مهم جدا ان انت تبدا في صداره المجموعه وتغير الوضع اللي كان في السنوات اللي فاتت، ان انت بتبدا بالتدريج. الغير طبيعي ان انت تضيع فرص وتستمر في اضاعه الفرص، انما في النهايه انت علامه كويسه ان انت بتوصل للمرمى. فممكن من خلال الاهداف اللي اتسجلت. اللقطه دي مستفزاني بصراحه جدا. ليه مستفزاني؟ صلاح محسن؟ طبعا. ليه؟ اللقطه دي مستفزاني جدا. احنا عمالين نشتكي في مشكله راس حربه في النادي الاهلي من اول السنه ومن سنين فاتت. تيجي لك الفرصه تلعب، يوم ما تجيب جول تروح تعمل للجمهور كده. في حد يعمل كده؟ انت بتنتقد صلاح محسن فيها طبعا. يعني يا ريت بس الشباب يعودوا لنا هذه اللقطه. يعني في حد يعمل كده؟ يعني طبعا يا ريت الشباب بس يعودوا لنا هذه اللقطه. طبعا لقطه يعني احتفاليه صلاح محسن بالهدف. يعني وائل جمعه ينتقد تصرف صلاح محسن. النادي الاهلي في حاجه لراس حربه، وانت بتلعب راس حربه وقاعد ما بتلعبش، وكل مباراه تنزل تضيع لك فرصه فرصتين واللوم كله عليك. تيجي تجيب جول، يوم ما تجيب جول تروح تعمل للجمهور كده. يعني ده يبين عقليه اللعيبه عامله ازاي يا احمد. يعني حاجه بس يمكن يكون بيعملها يعني مش للجمهور، بيعملها لمين؟ بيعملها لمين؟ ده بيشاور وشه للجمهور وبيكلم الجمهور. انت يعني بلا ارضيه. في حد في الدنيا يعمل كده؟ لا طبعا يعني مش منطقيا. فطبعا هو تصرف يعني تصرف احنا بنعاني في راس حربه. انت راس حربه راجل تنزل تجيب جول بدل ما تكسب ثقه الجمهور وتستحوذ على ثقه الجمهور، تروح تعمل كده للجمهور اللي بيشجعك وبينادي عليك. اذا موقف او يعني تصرف غير مبرر تماما من صلاح محسن لاعب النادي الاهلي الذي استفاق في هذه المباراه وسجل هدف.